الشيطان دايما بيلعب حاجة معاك اسمها تعظيم المفقود. يعني الحاجة لو ما جاتش هيحسسك اللي هي ديت النقطة الفاصلة، كانت هتبقى السعادة المنتظرة، كان الشخص اللي هيحل أيامك، كان الرزق اللي هيخليك أحلى واحد في الدنيا. ويبدأ يلعب معاك على الخيال، وتتخيل بقى لو كنت وصلت للمفقود ده ازاي كانت حياتك كلها هتتلون، مع انك خلال سنين عمرك دي كلها 1000 مرة كان نفسك في حاجات. من اول اللعبة اللي انت شبطت فيها وانت صغير في المحل قدام اهلك وقعدت تدبدب لهم على الارض عشان يجيبوها لك، في الاخر لما جابوها لك لعبت بقى شوية ورمتها، للطقم اللي انت كنت هتموت وتجيبيه واول لما جبتيه بقى عادي مش حلو في عينك، زي الرحلة اللي كنت هتموت وتطلعها واول لما طلعتها طلعت عاديه مش زي ما كنت متخيل، زي فلانه اللي كنت هتموت وتخطبها وحاربت الدنيا كلها عشان تخطبها بس الموضوع طلع عادي في الاخر. يعني 1000 مرة بنوصل لحاجات وبنكتشف حاجه من الاتنين، يا طعمها بيروح يا هي بتروح والموضوع بيبقى عادي، ولسه متخيلين ان الحاجه ال1001 هتبقى مميزه، جمالها المرسوم في خيالنا هيفضل دايما مش بيروح. وديت يا عم لعبة الشيطان معاك، بيعظم لك المفقود عشان المفقود طول عمره مرغوب، واللي ما جاش بيحلهولك قوي. خلي بالك بقى عشان دي لعبته، خليك واثق ان ربنا بيديك الخير الانسب ليك.